السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده دلوقتي احنا رايحين على صلاة العيد. كل عام وانتم بألف خير يا رب، وبصحة وسعادة وأمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ما شاء الله كلنا متفقين كده، كلنا الوان خضراء، لون واحد طلع موضه. ازيك يا مي؟ ازيك يا دندي؟ معاكم انتوا بخير؟ ازيك يا دندي؟ طيب انت طيبه يا ام؟ عاملين ايه؟ ما شاء الله احنا الان وقت صلاه العيد اهوت زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، كل عام وانتم بالف خير يا رب. الرجال والنساء لها. كمل الصف يا حبايبي. وكذلك امر الحي قدامنا بان يشهدن الخير ودعوه المسلمين طبعا دون الصلاه، وهي ركعتان. الركعه الاولى 7 تكبيرات بتكبيره الاحرام، الثانيه 6 تكبيرات بتكبيره القيام. والتكبير خلف الامام، التكبير خلف الامام يكون في السر، فلا يعلو صوت المأموم بعد التكبير بالتكبيرات. إمام التكبيرات هي سنة لا بأس، الأمر فيها واسع. استقيموا واستووا واعتدلوا. ورجعنا بقى يا حبايب قلبي من صلاة العيد بعد ما صلينا، وقلنا لازم نعمل بقى الأساسيات، وهو كشري. طبعا احنا طالعين من رمضان، كل عام وانتم بخير يا حبايبي. طبعا كنت ناقعه حمص كده وسلقاه زي ما انتم شايفين اهو، بسلقه وبجهز الحمص وهجهز الكشري بتاعي. وطبعا معاكم بسم الله ما شاء الله الترمس اهو، برضو كنا ناقعينه وسلقينه وحطينا له الملح بتاعه. وجيت هنا نقعت العدس بتاعي على ما ابدا بجهز تجهيزات كده. وطبعا العيد ما يحلاش غير بطبق الكشري وكوبايه الحمص بتوع اول يوم دول بعد خروج رمضان يا حبايب قلبي. وهبدا طبعا اجيب بصل واقطعه واحمره عشان الزيت بتاعه نشتغل بيه ان شاء الله. وهنا طبعا انا بقطع البصل كده شرايح جوليان زي ما انتم شايفين. معايا دقيق بقى عشان اعفر فيه البصل بتاعي. حطيت كده سنه كركم، ثوم بودر، بصل بودر، وهضيف بقى هنا حبه من النشا كده على الدقيق بتاعي. هاخد بقى الكلام ده كله معايا بقى البصله هنزل بيها على الكلام ده كله. هنا بقى يا حبايبي كنت ضربت شفشق طماطم وضفته على الحمص كده عشان نجهزه. وجبت هنا حله عشان انزل بقى بكميه زيت غزيره كده زي ما انتم شايفين. وادي البصل اهو بعد ما بدرته بالدقيق، وهنروح نختبر الزيت كده. بسم الله اهو كده بدا يسخن معانا. كميه الزيت دي يا حبايبي علشان انا هشتغل بيها كل حاجه بقيه الكشري. وهنا بقى هبدا اعصر الصلصه بتاعت الكشري. وهنا بعد ما حمرنا البصله سامعين بصوا ما شاء الله بتخربش ازاي. جبت حله تانية على النار. هبدا كده بعد ما صفيت الزيت بتاعي. بصوا احنا صفينا الزيت وهننزل بقى بكميه عشان نحمر بيها الشعريه بتاعتنا. نزلت هنا بقى بكميه شعريه حلوه كده. وهنا على عيني التانية الميه بتاعتي غليت عشان اسلق المكرونه، ونزلت بنص معلقه ملح. وهبدا انزل كده بالاسباجيتي بتاعتي ونص كيس مرمريه. لازم كده المكرونه بتاعتنا تبقى مشكله. احنا طبعا العاده بتاعتنا بنحب الكشري دوت اول يوم العيد. ربنا ما يقطع لنا عاده ولا يقطع لكم عاده يا رب. وهنا الشعريه بتاعتي بعد ما خدت اللون الذهبي ده هبدا انزل عليها بكوبايه ونص رز. وهبدا كده هنزل بكوبايه ونص رز من المغسولين المتصفيين.
وهنا بقى يا حبايبي هبدا انزل بالعدس بتاعي اللي انا كنت نقعاه على الرز ابو الشعريه بتاعي اللي انا عملته ده. هبدا بقى اشوحه كده كويس، اديلهم تشويحه مع بعض اهو زي ما انتم شايفين كده. ببدا اشوحهم تشويحه حلوه وهبدا اسقيهم بميه مغليه. طبعا بقى البهارات اللي هنزل عليها او التوابل هو كمون وملح وبس، مفيش اكتر من كده. على الكميه دي يا حبايبي هنزل بربع معلقه كمون بس صغيره، معلقه ملح صغيره، وتبداي كده ايه تشوحي الحاجه كلها في قلب بعضيها. تبداي بقى تعايري معيار الرز بتاعك الطبيعي عادي خالص زي ما انتم شايفين كده. ببدا بقى اظبط الملح بتاعي وميتي. عايزه اقول لكم ان الزيت بتاع البصل مخلي الرز ابو عدس بتاعي موديه في حته تانية خالص، طعمه حكايه يا حبايب قلبي. واخيرا وليس باخيرا بعد ما سلقنا المكرونه طبعا مش هننساها بقى من الزيت القمر اللي احنا حمرنا فيه البصلايه. لازم النهارده بقى الكشري الراعي الرسمي بتاعنا بريحه البصل المتحمر. شايفين يا حبايبي ما شاء الله المكرونه بتاعتي بتلمع وجميله ازاي من الزيت. وهنا بقى هنحمر التومه بتاعت الصلصه بنفس الزيت برضو اللي هو البصل. هننزل كده بسم الله بالتومه بتاعتنا. يلا انزل يا جبري بقى بحبه الخل. يا سيدي يا سيدي يا سيدي شامين بقى، حاسين ان انا حاساه. وانزل بالصلصه بعد منها يا معلم. سيبوها بقى تعيش حياتها. ادوها مكعب مرق الدجاج، حبه الملح، سنه الكمون، وخليها تتسبك. واول ما تبدا تتسبك وتتقل خففوها بحبه ميه تاني. تعالوا بقى يا حبايبي نبص على الرز بتاعنا. بسم الله. شايفين بسم الله ما شاء الله مفيش كلام. رزايه جميله فلفله والشكل جميل تحفه. هنعمل بقى الدقه. جبنا حبه ميه سخنين حاطين عليهم حبه الثوم كده زي ما انتم شايفين، وهننزل كده بكمون عليها وتديها سنه خل. ونزلنا بحبه الخل كده. طب استنى. وهنا يا حبايبي انا ضفت طبعا ليمونتين هنا معصورين زي ما انتم شايفين كده. عصرنا ليمونتين وضفناهم عليها. والصلصه هنا هي اتسبكت زي ما انتم شايفين بعد ما تفطلها التوابل. وهناخد منها حبه كده نحطهم على الدقه بتوعنا. شايفين ما شاء الله شكلها ولونها جميل. وهنا يا حبايب قلبي بقى هنبدا نعمل الشطه كده. بسم الله. هنزل ببواقي الزيت بتاع البصل. شايفين يا حبايبي كده معلقتين هرميين كده بالطريقه دي بعد ما زيتنا سخن. وانزل بقى يا جبري بقى واحلى كشري بقى، ولا تقولي الخديوي ولا الزعيم. ايه رايكم في الجمال ده يا ولاد؟ هو ده بقى الروتين اليومي بتاعنا اول يوم العيد. شايفين الجمال والشطشطه دي؟ سنه الصلصه دي بقى معاها كده عشان تدي تست عالي. شايفين اللهم بارك حاجه جامده. حبايب قلبي كل عام وانتم بخير يا رب. وهنا بقى بدأنا نحط الترمس بتاعنا ونعصر الليمون والشطة زي ما انتم شايفين كده. وجهزنا الغريبة بتاعتنا والشوكولاتات والسوداني. وادي الدقة وادي الشطة. طبعا ما نسيتش نفسي بقى يا حبايبي الرنجة بتاعتي. انا ماليش في الكشري بصراحة. هروح اشوي الرنجة بقى طبعا، ولا بعمل سلطة رنجة ولا بتاع. انا بحب اشويها كده واكلها بعيش وبصل والمكرونة والبصل. شايفين ما شاء الله. وادي يا حبايب الصلصة. وبكده اكون خلصت الحلقة بتاعتي معاكم. وادي الكشري اهو. وكده يبقى خلاص. وايه رأيكم في الروتين اليومي بتاع اول يوم العيد ده؟ كل عام وانتم بخير حبايبي. دمتم في حفظ الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.